السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة أكلات مريم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم الفيديو بصحتكم مزيان وعلى خير يا رب. وصفتنا لليوم غادي نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير الشيار او المخمار بطريقة جدا بسيطة، بواحد الاضافات كتعطيه اللون ذهبي وكيجي رائع لا في المذاق ولا في الشكل، وناجح. غادي ينجح لك من اول تجربه غادي تستعمليه، كيجي مذهب. نتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، ونبداو على بركه الله. غادي نستعملوا 400 غرام من الدقيق الابيض، اي نوعيه كتستعملي ديال الدقيق اللي عندك في البيت. صافي هنا غادي ندخل 400 غرام، والكميه ديال الدقيق كتبقى على حساب اللي بغيتي، على حساب عدد الاشخاص او اللي بغيتي. صافي هنا غادي ندخل مزيان داك الدقيق الابيض، وغادي نضيف له 400 غرام. غادي نضيف لها 200 غرام من الدقيق ديال الفينو. الا عندك الدقيق القمح كيبقى على حساب اللي متوفر. انا هنا عندي دقيق الفينو، غادي نغربل حتى هي 200 غرام. 400 غرام ديال الدقيق 200 غرام، ديما نص ديال الدقيق الابيض. صافي غادي نخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نضيف خميره المعجونه او خميره حبيبات، خميره ديال الخبز. نضيف معلقه صغيره، ملعقه ونصف. نضيف ملعقه صغيره ديال العسل، هي كتبقى افضل من السكر سنيده. صافي هنا الاضافات اللي ضفت خميره ديال الحلويات، حتى هي ضيفوها المخمار او الشيار، كتعطيه واحد كتزيد تنفخو، كيجي حتى في الشكل ديالو كيجي رطب. وواحد كاس ديال الحليب. هادو هما الاضافات اللي ضفت للشيار او المخمار، صراحه جا رائع. كاس ديال الحليب يكون دافي، وغادي نضيف خميره ديال الحلويات 4 غرام او 6 غرام على حساب اللي متوفر. انا هنا راه وضعت 6 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. راه كتجي بالشيار ناجح 100%، وكيجي رائع وكيجي رطب، كيجي هشيش. غير ضيفوه كتجي الصراحه زوين، راه هي للحليب. صافي هنا ضفت الملحه، ملعقه صغيره ديال الملحه، ونبدا نعجن. انا ضروري الشيار كيبغي شويه ديال الدلك. غادي ندلكو انا واحد 10 دقائق هكاك، باش غادي يجيني يجي حتى البويقات باش يعملوهم. ضروري خصو هو شويه ديال الدلك. دلكتو انا واحد 10 دقائق هنا غير بواحد اليد. كما لاحظتوا كنضيف الماء غير بالتدريج. عملته في الاول راه طلقت العجينه انا من الاول، وتنضيف الماء غير بشويه. الفينو راه كيبدا يشرب الماء، ضروري كتدلكي باش كتشوفي شحال كيحتاج ديال الماء، حيت الفينو ضروري خصو الماء. صافي هنا غادي ندلكو كما لاحظتوا بهذا الشكل. الا شفتوا يديكم كتلصق بقى تفزقوا يديكم غير بالماء. انا راه كندلك بهذه الطريقه هذه، كندلك غير بيد انا وحده. كنفضل ندلك بواحد اليد، صراحه كتعجبني ندلك بواحد اليد دغيا، باش دغيا العجينه كتطلق. صافي هنا كما لاحظتوا راه بدات تطلق. غادي نبقى نفزك غير شويه يدي بالماء. كنوريكم الطريقه اللي عملت. كنفزك يدي شويه بالماء وندلك ونجمع. والعجينه هنا راه مطلوقه، ضروري خص العجينه تكون مطلوقه، ما تكونش بزاف مطلوقه باش ما ترونكمش في التكراس، غير تكون مطلوقه فقط. بهذا الشكل هذا غادي نخليها تخمر واحد 20 دقيقه هكاك حتى ل 25 دقيقه. من بعد ما خمرات كما لاحظتوا هذا هو الشكل ديالها. ما نعاودش نجمعها، صافي غادي نبقى ما نعاودش نجمعها مره اخرى. غادي نخلي ديك الخميره ونبدا نكور بهذا الشكل هذا، ونحط في واحد الصينيه او بلاطو على حساب اللي متوفر. صافي هنا نبدا ندير الحجم اللي بغيت. هنا عطاتني هاد الكميه اللي عطاتكم 9 الحبه. الا بغيتي تضاعفي الكميه وتعمليه في المجمد كيبقى حتى هو مزيان، ما كيضيعش. صافي هنا نبدا نكور. ضروري غادي نستعمل شويه بواحد شويه ديال الزيت، نبقى ندهن يدي شويه ونبدا نقطع العجينه. وكما لاحظتوا راه العجينه خامره وطلقه راسها، و10 ديال الدقائق فقط دلكتها. ما حتى شي تدلك، ما كتحتاجش بزاف، غير هي من الاول العجينه تكون مطلوقه. صافي هنا كما لاحظتوا راه كيعملوا دوك البويقات. كنوريكم هنايا كيعملوا دوك البويقات. ضروري خص راه الا ما دلكتيش راه ما كتعطيش هاد البويقات. هنا الاضافه اللي ضفت مره اخرى. صافي هنا راه ديت المقله كتسخن، وغادي نطرق الاضافه اللي ضفت واحد نصف ملعقه هكاك صغيره ديال الزبده. ذوبتها في واحد الكاسرونه وضفتها على الزيت حتى هي كتعطي اللون ذهبي للشيار او المخبر. ضروري هاد الاضافات اللي عطيتكم، كيجي واحد الشيار كيجي رائع. واحد نصف ملعقه غير باش تعطيني داك اللون ذهبي.
كتعطي واحد اللون زوين. ما غادي نشاركوها مع الزيت النباتيه. انا من بعد ما سخنات المقله غادي نرش ديك الزيت اللي معاه شويه ديال الزبده. الا كانت عندك كاع بغيتي تضيفي الزبده البلديه ضيفيها، ذوبيها وضيفيها على الزيت حتى هي كتبقى افضل، كتعطي مذاق رائع. وضروري خص المقله حتى تكون سخونه. عاد وضعوا فيها العجينه ديالنا. هنا كما لاحظتوا راه بدات العجينه كتعمل دوك البويقات في الجناب وفي الوسط. وهنا غادي نخليها حتى نشوف دوك البويقات طالعين بحال هذا الشكل هذا. عاد غادي نقلبها على الوجه الاخر. غادي نرش عليها شويه ديال الزيت مع شويه ديال الزبده، غير شويه، ما ترشوش بزاف، غير شويه باش يعطينا داك اللون فقط. صافي وغادي نقلبها وندوز نطرق الخلا. ضروري غادي نستعمل بهاد ورق الزبده، حيت ورق الزبده ملي كتطرقيه ما كيتغيرش الحجم ديال العجينه وكتجي في نفس القياس، كتجي كامله منفوخه، كتجي رائعه. هنا نبدا نقلبها وخليت الاخرى حتى هي مطرقه. ضروري وحده في المقله وحده طرقوها وخليوها على جنب باش طيب الاخرى، تلقاو الاخرى موجوده. هادشي اللي كنعمل انا وكتجي ناجحه. انا كنقلب بيدي وكندور باش غادي تشوفوا اللوي اللي كيجي مذهب وكيجي رائع. بالنسبه للون انت كتختاري هنا واحد جنيوب ما طابليش، غادي نقلبها. اللون كتختاري اللون اللي بغيتي، لون ذهبي على حساب بغيتي تزيد تحمري شويه على هكا زيدي. انا غادي نزيد هذه الاولى، غادي نزيد الثانيه بنفس الطريقه، غادي نرش وغادي نضيف الثانيه. ورق الزبده دغيا كيتحيد، كتلصق شويه في المقله وكتحيديه. وهاد العمليه كتجي ناجحه 100% الصراحه. انا كنفضل نعملو في ورق الزبده، ملي كتجي تهزيه كيبقى في الحجم ديالو. انا قربت لكم باش تشوفوا كيزيد يتنفخ، كيبدا يتنفخ بحال كتنفخ الكيكه، كيجي الصراحه مزيون. صافي هنا غادي نخليه حتى يبدا يعمل دوك البويقات. ضروري غادي تخليوه بهذا الشكل تيعمل دوك البويقات، ورشوا شويه ديال الزيت وعاد قلبوا. ضروري هاد الطريقه هذه كما لاحظتوا راه حتى من التحت كيجي محمر. ملي كتشوفوا دوك البويقات غير النار تكون متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه. هنا انا عملته في داك الراس اللي كيكون صغير، ماشي الصغير اللي كيكون متوسط. ما تعمليش في الريوس هيدا ديال الفرن تيكونوا اما صغار ولا كبار او متوسطين. انا عملته في المتوسط باش كيجي اللون هو هذاك، كيجي رائع. صافي هنا كما لاحظتوا بهذا الشكل هذا ديالنا الثانيه. غادي نزيد الثالثه بنفس الطريقه ونستمر حتى نسالي الكميه ديالنا كامله. هنا راه وريتكم منين كنبدا نطرق كيعمل دوك البويقات. انا راه في التصوير ما بانش، كما لاحظتوا كيعملوا دوك البويقات في الجناب، لان راه العجينه ناجحه 100%. غير ضيفوا الحليب وخميره ديال الحلوه. راه الخميره ديال الحلوه اي حاجه وضعتيها في الخبز هكا ديال الخبز المقلاه او بوشيار بحال هذا المخامر او المسمن كتجيبهم رائعين. غير جربوه كيجي ناجح 100%. ما يبقاش عندك مشكل نهائيا لا علاش ما كيعملش البويقات، لا في اللون ديالو كيجي رائع. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما ساليت كيجي الصراحه مزيون، لا في الشكل لا في المذاق كيجي رائع. واحد المذاق كيجي زوين غير مع الزبيده هكا وعسيله كيجي رائع. هنا تنوريكم، غادي نقطع معكم واحد الوحده باش غادي تشوفوا كي كتجي الصراحه مزيونه، كتجي خفيفه. كيجي الاهم تيجي خفيف وكيجي مفشفش، احسن مش مسفنج عفوا، كيجي رائع. تعجبني انا هاد الشيء هذا، ونعمل فوقه هكا الزبده وعسل، كيجي الصراحه رائع. لا الفطور لا العشيه، وبدوك الاضافات اللي ضفت عطاتو واحد المذاق زوين بزاف. وكيجي هنا كنقرب لكم باش غادي تشوفوا كيجي خفيف وشارو ديك العسل والزبده. ولا بغيتي تقدميه ضروري غادي تذوبي ديك الزبده مع العسل وتسقيه كامل، كيجي الصراحه مزيون. كيكون شارو ديك الزبده وعسيله، كيجي رائع لا في المذاق ديالو لا في الشكل، وخفيف جا زوين بزاف. غير نتمنىكم تجربوه ان شاء الله يا ربي، وخليت لكم الراحه والسعاده في حياتكم ان شاء الله، ومع السلامه.